يوم الاثنين اللي جاي ده هاخد انا في مصر. ان شاء الله يا لا هاخد جاي في مصر عشان في تصديق عشان ابراهيم الولاد هيجسدوه هيمثلوه يعني هتقعد ممكن 12 ممكن لا تشرف لازم المصنع في حد من الضيوف تاس محمد في شباب هنا شباب هنا ماشي قدم بس نفسك الاول وما تقولش انك سعيد انا قلت لا هو سعيد فعلا. أنا ضيف من مدينة المنزلة التي تشتاق إليكم. كلكم المنزله مشتاقه ليكم يعني المنزلة تشتاق إليكم. الأستاذ إبراهيم كان في موعد من قبل بأن يعني كل شهر عامية اتكلم بالعامية. والله اللي انتوا تختاروه اتكلم بالعامية الأول. يعني والله احنا بالمنزلة وولاد بلد. خليك طبيعي. وبنحبكم ونفسنا نشوفكم عندنا في المنزلة إن شاء الله قريب. أستاذ إبراهيم كان في لقاء بيننا وبينه قبل كده للأسف حصل ظروف وما جاش. لا مش ما جايش لا انت انت حكيت معاك حزب لا ده تاني دي تاني اللي هو سيد اللي هو الرئيس اللي هو سيد تمام. طيب عشان ما اكونش استنى ما تسجل لك عشان نسمع. اقول فصحى ولا اقول عربي؟ قول اللي تقوله. انا محمد رفعت عيد شويل. يعني محمد اشرف محمد رفعت عيد شويل. يا ريت تتصلوا عليها عشان اتعرف لكم كلكم على الفيس. طب اقولها يا عمي ولا فصحى؟ قول اللي تقوله. انا اقول قصيده انا بقولها في كل مكان. هو يقول قصيده وانت عايز تفهم لا هقول قصيده انا بقولها في كل مكان. لانها قصيده انا كاتبها من 18 سنه لأستاذ الدكتور بتاع الكليه يعني. بيقول لي انت بتقول شعر فقلت له لا فقال لي ليه؟ فقلت له القصيده دي. قلت له ارى طيري يحلق فوق احزاني وريح ضارة عصفت في بستاني أماتوه الشعر في قلبي لمرثية يراها اليوم وجداني وقالوا كف لا تهزي كفى شعر فلا نغم ولا شعر بأوزان سكت فلم أقل شعرا هو قدري وجال الشعر يعصفني تحداني فقلت الشعر في خجل وفي صمت فصاح الشعر يا ويحي ترجاني نظرت لكل من حولي ومن حولي ترجو الشعر أن يمضي وينساني فجاء الشعر يرقلني ويرقلني ويعزف في ترانيمي وألحاني فقلت الشعر على مضض على قبري فقول الشعر بعد الموت أحياني أبعد الشوق يا قلمي أنساك وبعد العمر يا قلمي أتنساني فقول الشعر للجهلاء معصية وقول الشعر للعقلاء رقان. أقول لكم